مساء الخير على السادة المشاهدين. معايا ضيفة عزيزة جدا، أنا بعزها جدا وبحترمها جدا وشايفها موهوبة أوي في شغلها. بحترم أدبها، أخلاقها، تعاملها مع الناس بشكل قد إيه راقي وقد إيه متميز. هتعرفني بنفسها. مساء الخير يا أستاذ. مساء الخير استاذ عادل. ممكن تعرفيني بنفسك؟ انا صلاح جازي، خبيرة تجميل من الشرقية. جميل جدا، أهلا بيكي وأهل الشرقية الكرام. الله يخليك، طبعا حضرتك من الشرقية. ربنا يبارك لك يا ست الكل. الله يبارك فيك. قولي لي بقى، أنت إزاي اكتشفتي إن أنت موهوبة في التجميل؟ انا ابتديت من 12 سنة، كنت اصلا وانا بنت موهوبة، بحب الميك اب، العب تمام. في الميك اب كده شوية. بعد كده ابتديت بقى ان ده مشروعي، وبدأت ان انا يعني اطور من نفسي لحد ما بقى ليا اسم الحمد لله. طيب الكورسات بقى اللي انت خدتيها، انت حاسه ان انت استفدت بيها؟ اكيد طبعا اكيد، لان انا كنت شغاله الاول كوافير عادي. تمام. ميك اب من غير تعليم، هوايه من عند ربنا. تمام. ما كانش حد علمني اي شيء. بعد كده بدات اخد كورسات، الكلام ده من 4 سنين، ودخلت في مجال الميك اب ارتست وطورت من نفسي الحمد لله، واخدت جوائز وتكريمات طب كلميني عن الجوائز بقى اللي انت خدتيها بقى. تمام. انا اخدت افضل ميك اب ارتست 2020 في مهرجان كان اسمه الجوكر. ايوه. بفضل الله عليا الحمد لله، انا وصلت في مكانه كويسه جدا، انا راضيه عنها يعني. طب حلو جدا، وانا شايف اساسا ان عندك على الصفحه معجبينك والفانز بتوعك قد ايه طايرين بيكي خالص. الحمد لله، هو احنا عندنا في الشرقيه طيبين اصلا. اه. الناس عندنا طيبه، فبيحبوني كده بسرعه يعني. طب حلو جدا، يا رب يحبب فيكي خلقه يا رب، كمان وكمان. يا رب. اللهم انت آمين. تستاهلي كل خير والله يا مدام. الله يخليك استاذ عادل، حضرتك شخصيه محترمه والله. الله يخليكي. طيب انت لما بتاخدي بقى جايزه الافضل، كان شعورك ايه وانت بتاخديها؟ لا انا يعني ما كنتش اصلا مصدقه، انا كانت مسابقه وكان في 20 ميك اب ارتست غيري، والمفروض ان البنت الموديل اللي بتاخد اللقب معايا بتاخد افضل موديل. ايوه. وبتتوج ان هي واخده مركز اول وكده، فانا اصلا ما كنتش متوقعه ان انا هاخد المكانه دي. تمام. يعني انا كنت بشتغل وانا يعني مش حاطه امل خالص ان انا ممكن اخد مركز اول، دي كانت مستحيل بالنسبه لي، فعشان كده انا لما خدت الخبر انا عيطت من الفرحه يعني. الله. فالحمد لله. النجاح حلو قوي يا طبعا طبعا، طعمه حلو. بالظبط جدا. لا وانت كمان متميزه في شغلك. الحمد لله، بحب ان انا اطور من نفسي، وبحب ان انا اكون مميزه عن اي حد. انا في مجالي في بقى ما شاء الله الميك اب ارتست بقوا كتير. يعني في اي مكان وفي كل قريه هتلاقي بقى اكتر من واحده. تمام. يعني القريه مش المدينه، هتلاقي اكتر من واحده، فلازم يكون شغلي مميز عن غيري. ده اللي انا بحاول ان انا اعمله وبشتغل عليه الفتره دي. لا اصل انت، انا عارف تاريخك، انت خدت كورسات كتير جدا لان انت بتحترمي زبونك، فعايزه زبونك لما يجي يستفيد منك ومن خبراتك ومن دراستك وعلمك. اكيد، ما انا مش هجرب في الناس بقى يعني، خلاص. دلوقتي احنا بقى لينا اسم، فلازم نكون قد الاسم اللي احنا فيه. يعني وصلت المكانه لازم احافظ عليها، ما ينفعش اجيب عروسه اجرب فيها، لازم اكون انا عارفه انا بعمل ايه كويس، لان هي جايه واثقه فيا. فعشان هي واثقه فيا لازم اخليها ملكه في اليوم ده. يعني انت جيتي للشخص الصح اللي هيعمل لك اللي نفسك فيه. تمام. تعالي بقى نتكلم، لما بتجيلك عروسه بتجيلك قبلها بفتره مش كده؟ اكيد، يعني مثلا شهرين، يعني اقل حاجه شهر. اقل حاجه شهر. لان انا عندي اصلا مركز تجميل كوافير شامل، مش ميك اب ارتست بس. يعني انا اللي بشتغل للعروسه من اول جلسات تنظيف البشره، بتابع معاها، بتيجي لي كل اسبوع تعمل جلسه. ده لازم يكون قبل الفرح طبعا بفتره، عشان خاطر في ناس عندها مشاكل في بشرتها، فلازم انا اعالج المشاكل دي عشان لما تيجي يوم فرحها الميك اب يكون معايا تمام وتطلع بشكل كويس. لما انت بقى بتيجي بتقولي لها انا هعمل لك لوك كذا، هل هي ممكن تقول لك لا انا مش عايزه اللوك ده، انا عايزه لوك تاني؟ طبعا في اختلاف يعني. ايوه، بتجيب لي صوره وتقول انا عايزه زي الصوره. طب هي مثلا العروسه اللي انت جايبه لي صورتها هي وشها مثلا مدور، انت وشك طويل، ففي اختلاف. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان انا اقنعها واوصل لها انت رسمه وشك عايزه ايه. ايوه. ففي اللي بيقتنع بسهوله، وفي اللي بتبقى متمسكه برايها. بحاول ان انا اعمل لها حاجه شبه اللي هي عايزاه. ما مستحيل تجيب لي حاجه وتقول لي انا عايزه ده وهو ما يمشيش معاها وانا اعمله لها. أيوة. فلازم فلازم اقرب لها الصوره بس بالشكل اللي هو يمشي مع شكل وشها. يعني في ناس شكل وشهم شبه القلب. أيوة. في وش مدور، في وش صغير، في وش كبير، في وش مربع، في وش طويل. فكل حاجه ولها حاجه. أيوة. ما ينفعش ان انت تفرضي عليا شيء وتقولي لي اعمله لي وهو ما ينفعش ليكي. طب ده بيخلينا نطرح سؤال، في مره انت مثلا عملت مكياج للعروسه وانت يعني هي كانت مبسوطه بيه بس انت مش راضيه؟ انا ايوه، بيبقى في ناس بتحب مثلا الجليتر القوي،
الالوان اللي هي مثلا الجريئه. طبعا هو عندنا في الريف بيحبوا الحاجات دي، لكن في اماكن تانية ما بيحبوا الهدوء. وبعدين احنا قعدنا فتره بقى لنا سنه تقريبا الناس كلها بتحب الحاجات الالوان النود، الالوان الهاديه خالص البسيطه. فلما تكون ماشي على نمط بقالك فتره وتيجي واحده تطلب حاجه مطرقعه كده تخليك تتهز شويه. يعني انت من وجهة نظرك ان انت ان الزبون يبقى داخل يسلم نفسه لخبير التجميل لانه هيبقى اضرب وشه. يعني انا لما بتدخل عند العروسه بقول لها انت واثقه فيا، انت جايه لي يعني حباني، تقول لي اه لا خلاص يبقى توكلي على الله واللي احنا نعمله ان شاء الله نطلع حاجه كويسه. ما بخليهاش اصلا تبص للمرايه واحنا شغالين، بخليها تتفاجئ بنفسها. انا بشوف على صفحتك شغلك العروسه انا بلاقيهم طايرين من الفرح. ما هم فعلا بيكونوا اصلا ملكات. انا ببقى فرحانه ان انا بقدر اخليها سعيده في ليله زي دي، ليله في العمر. ايوه فلازم تبقى ملكه. طب انت بقى ايه نصايحك للعروسه بعد ليله الزفاف انها تتعامل مع بشرتها ازاي وتشيل المكياج بأنهي طريقه؟ هو دايما الواحده وهي بنت بتبقى عندها وقت فراغ فبتعمل كل اللي نفسها فيه. بعد كده بعد الجواز وكده بتتشغل بحياتها فبتنسى نفسها خالص وبتهمل نفسها على الاخر. طبعا الحياه قبل غير الحياه بعد. فالمفروض ان اي واحده مثلا قبل بتهتم بشكلها عشان خاطر يوم الفرح تبقى بشكل كويس، بعد كده تتشغل في الحياه وتنسى كل شيء. لا، حافظي على ده، حافظي على شكلك، حافظي على جمالك، حافظي على كل شيء بعد الجواز عشان خاطر يعني الصوره ما تتغيرش. ايوه تفضلي بجمالك يعني. ايوه. هل في مثلا يعني مواد معينه البنوته تستعملها قبل وبعد الزفاف؟ المرطبات للبشره، واحنا اغلب الناس عندنا على فكره ما بيشربوش ميه. يعني الميه حاجه طبيعيه جدا، وانا من الناس اللي ما بشربش ميه. يعني انا بنصح الناس كلهم بيها، بس انا يعني عندي كده ايه تنسيها. ما بفتكرهاش. مدام ساره، انا عايزك تكلميني عن جايزتك في مهرجان اوسكار ايجيبت في الدوره اللي فاتت. كانت بالنسبه لك ايه الجايزه دي؟ مثلت لك ايه؟ اولا انا كنت فرحانه وسعيده جدا لما حضرتك بعت لي الدعوه، وانا تلقيتها بشكل ان انا حسيت ان انا كده اخدت مكانه خلاص. يعني عارف حضرتك لما الواحد يفضل يتعب طول عمره ويحاول ان هو يوصل لمكانه ويحس ان هو يستحق المكانه اللي هو وصل لها. انا كنت سعيده جدا بالتكريم ده وبالتتويج ده، وانا فخوره اصلا. انا عرفت حضرتك الله يخليك. ومهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي اللي دايما بدعم الشباب وبيساعدهم ويخليهم يظهروا. في ناس كتير خالص مدفونه، تمام. فحضرتك بتبينهم للناس، بتوريهم ان في مواهب محدش يعرف عنها حاجه. فحضرتك تكرمني في مهرجان عظيم زي ده فخر ليا وشرف ليا كبير قوي. انا لقيتك مبسوطه قوي يوميها وانت طالعه على المسرح. انا شايفك بتتحركي بفرحه وبسعاده. طبعا حضرتك مهرجان عظيم وجايب فنانين ما شاء الله عليهم، وناس محترمه وناس متواضعه جدا جدا جدا. يعني انا كنت يعني متخيله لما اشوف فنانه واتكلم معاها هحس ان هي يعني ايه فنانه بقى. فلقيت استاذه سلوى يعني سلوى عثمان. لقيتها يعني انا حضنتها. يعني انا من فرحتي بيها كنت بحضن فيها. لو واحده غيرها كانت تقول لي ايه يعني لا ابعدي عني مثلا، جميله سلوى، هتخاف على نفسها من اي شيء. لكن لا، حسيت ان هي مش حد مثلا شايف نفسه ولا كده. لا، والاستاذ زي حلمي عبد الباقي شخصيه محترمه جدا وصوت جميل وكل الفنانين كانوا ناس محترمه، واستاذ احمد ماهر واستاذ محمد محمود. انا كنت سعيده وكنت فخوره ان انا في مكان مشرف وفي ناس عظمه زي الناس دي. كانت حفله حلوه. لا، ده كان يوم اجمل ايام عمري، وان شاء الله هيتكرر تاني وتالت ورابع باذن الله. باذن الله تعالى. واحنا كنا سعداء بيكي اكتر لانك انت تستحقي بصراحه التكريم، بتستحقي التتويج. وانا شايفك ان انت ان شاء الرحمن هتبقي اكبر خبيره تجميل في مصر ان شاء الله. ده شرف ليا وجودي مع حضرتك في اي مكان، وان حضرتك تعمل معايا لقاء بنفسك ده يعني تاج على راسي لما يكون الاستاذ عادل عمار بنفسه. فده يعني فخر ليا وشرف ليا كبير قوي. لا ده شرف ليا انا ان ست عظيمه زيك انا اتواصل معاها واعمل معاها لقاء. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا.